السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار معاك وسام سموي. هل الدولار سينهار؟ ايه ده حلو، الدولار سينهار. عارفين في اول الفيديو بيبقى فيه ديسكليمر كده، وورنينج، هذا الفيديو لا ينصح بالمش عارف ايه واحترس انه مش طيب. انا لا افهم في السياسه ولا الاقتصاد، ولكن ساتكلم في موضوع مهم ومشوق، وقعدت اسمع صحابي بيتكلموا عنه واتفرجت على كم فيديو على اليوتيوب، فعايز ادردش معاكم في هذا الموضوع. ولكن كلامي ليس هو موثوق فيه ولا داتا محسوب. انا فيتنس ترينر شاطر في ده واي باك اب ماي ووردز، اما في الموضوع ده انا بدردش معاكم بس الموضوع هيعجبكم. اذن هل الدولار بينهار؟ انتوا شايفين ايه؟ مبدئيا حصل شويه حوارات في العالم اخر سنه كده او اخر فتره، بس اخر سنه موضوع سخن، و2023 موضوع سخن قوي. حلو، لقيت ناس كتير بتتكلم في الموضوع. الدولار صديقي العزيز هي عمله عالميه. يعني ايه عالميه؟ العالم كله بيستعملها في التجاره وبيربطوا بيها حاجات كتير. الاحتياطي الاجنبي في العالم في حدود 58% دولار، يعني أكتر من نص العالم بشوية معتمد على الدولار. 70% من العالم بيستعمل عملة الدولار في التجارة والتعامل عامة. في مجموعة من البلاد اسمها البريكس، هم عاملين كده جروب زي تيم سموي كده، تيم بريكس. مين؟ الصين، روسيا، الهند، ساوث أفريقيا and برازيل. التيم ده يا صديقي فيه 42% من مساحة العالم. يعني الدول دي كده مساحتها من العالم دلوقتي اللي موجود اللي اكتشفناه 42%، فهم تقريبا نص العالم، ويمثلوا 23% من ايه؟ اقتصاد العالم. واضح انه التيم ده مش مع امريكا قوي، فهو تيم قوي. في بقى تيم تاني اسمه مجموعة السبع. دول شوية دول في العالم برضو عملوا تيم كده وايه ضد التيم التاني. من هم هذه الدول؟ الدول دي ألمانيا، جابان، اليابان، يو اس، أمريكا، يو كي، بريطانيا، فرنسا، وكندا. حلو. دول ودول في أكشن دلوقتي، دول بيحاولوا كده ودول بيحاولوا كده. المشكلة إن دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. مين أجمد واحد بقى في العالم حاليا؟ الصين بلد جميل فعلا. الصين يا سيدي العزيز بقت بتصنع تقريبا كل حاجة في العالم، يعني عندها كل المصانع اللي في العالم تقريبا، ولكن ينقصها بعض الريسورسز، موارد. فقالت طب فرصة، الدنيا فيها شوية أكشن وبتاع، بقول لك ايه، ما تيجي نشغل تجاره بيننا باليوان الصيني، ما تيجي نفكس له الدولار ونبدا نتعامل باليوان الصيني. بقول لك يا برازيل، انا هاخد منك وتاخد مني بعملاتنا يا عم، مالناش دعوه بحد. موافق. قام ايه الرئيس الصيني قرر يطلع من داره، واللي طلع من داره ايه؟ ما تقلش مقداره، بالذات الرئيس الصيني. يوم ما طلع يا باشا راح فين؟ راح السعوديه الشقيقة. السعودية تمتلك كمية بترول يعني تقدر تغطي تلت العالم لوحدها. ده اللي بتعلن عنه، وفي حاجات أكتر بكتير. فالسعودية قوية جدا. حلو. حركة إنه الرئيس الصيني يروح للسعودية ويقول لهم بقول لكم إيه، ما تيجوا نبدأ نتعامل بعملة تانية، والحكاية والرواية هزت العالم. في هذا الوقت أمريكا مسحولة مع مين؟ روسيا واوكرانيا وشويه اكشن هناك. وايه ده؟ احنا استنى بس، احنا في عركه هنا دلوقتي هو في ايه هناك؟ ده بيقول لك الرئيس الصيني راح السعوديه وبيعمل ديلز وراح مش عارف فين، ودلوقتي الهند والعرب وروسيا وفي دول كتير يالا معاه. ايه ده الدنيا هناك بتتجمع. طب استنى بس، احنا في خناقه هناك. اذا صديقي العزيز ملخص الموضوع، في دول كتير ومنهم دول عربيه ودول كثيره بتحاول مع الصين، لأن الصين تقريبا من اقوى الدول في العالم دلوقتي. بتقول لهم بقول لكم ايه، ما دام انتوا عندكم ريسورسز، عندكم موارد، يعني انا مثلا ناقصني قطن، هروح لمصر اجيب منها قطن وانا اصنع اي حاجه واوزع العالم كله. السعوديه انت عندك مثلا بترول، هاخده منك بالكميه اللي انت عايزها، بس هاخده مثلا بالعمله الصينيه. بقول لك ايه، الهند عايزين نعمل مشاريع عندكم، هتبدا مش عارف ايه مقابل مش عارف ايه. فانا شايف الديلز بدات. في بقى سؤال بيطرح نفسه، السؤال بيقول علل
اذكر السبب. هل العملة الصينية هتاخد مكان الدولار أم ستصنع عملة جديدة للتداول العالمي ولا تنتمي إلى دولة ما؟ العملة الصينية هي خلاص، ولا هيعملوا عملة جديدة ويسموها عملة العالم، تبقى عملة بس للتداول في العالم؟ ليه؟ لأنه المفروض زمان كان كل دولار مربوط بإيه؟ بذهب. بعدين جاء فترة من الفترات قال له بقول لك ايه، ما عدناش هنربط الدولار بالذهب، هنربطه مش عارف بشهادات وسندات وبترول ومش عارف ايه ومش عارف ايه. يعني ده معناه ايه؟ احنا محتاجين شوية دولارات بس كده. بقول لك يا ريس اطبع لي شوية دولارات، وزع، ما تخليش حد عايز حاجة، اطبع شوية كمان. خلصوا؟ اطبع شوية كمان بس ما تقولش حد. طب اطبع شويه وقول لحد. طب اطبع شويه واربطهم بشهادات. طب اطبع شويه وبراميل بترول. طب بقول لك اطبع شويه. الكلام ده بقاله سنين. فخلاص احنا عايزين نعمل وقفه من اللي هي دي، نبدا نشوف بقى حلنا. هل امريكا هتسكت؟ مستحيل. لسه امريكا تروق بس وهتلاقيها طالعه بحوارات كثيره جديده. ترامب اللي هو رئيس امريكا اللي فات قال إن الرئيس بايدن لقد جاب العيد. قالوا له ما هذا يعني يا أستاذ؟ قال له لو جمعنا أسوأ 5 رؤساء أمريكيين على مدار التاريخ ما أزوش أمريكا زي بايدن هذه الفترة القصيرة. الفايدة في أمريكا ارتفعت، ومش مرة، أكتر من مرة من سنين. يعني ما كانش بيحصل، حصل في أقل من سنة أكتر من مرة. بس هو ده شويه حاجات اللي انا سمعتها يعني، وقاعد مع الشباب عادي يعني في الديوانيه، مش حوار يعني، مش قعدت ادرس الموضوع والكلام ده يعني، بس قعدت اتفرج على التلفزيون شويه. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكم، لازم تفهموا كويس. فانتوا ايه رايكم؟ اكتبوا لي في الكومنتس. انا ما بفهمش اصلا ولا في السياسه ولا في الاقتصاد، بس عايز ابقى عندي فكره يعني ايه الدنيا رايحه فين، وهل ده هياثر على مصر في الاقتصاد، ولا احنا مشكلتنا اصلا ان احنا ما عندناش عمله اجنبيه، هي مش مساله دولار. يعني لو قالوا العمله الجديده بقت الصين، عندنا عمله صيني كتير، ولا برضه هيبقى نفس التسويح؟ ولكن برضه بيقول لك انه في شويه ديلز حصلت وخلت ان احنا القروض اللي على الدوله فوائدها تقل عشان مش بالدولار. كومنتس بقى واشرحوا لي ايه الموضوع وفي ايه وايه اللي هيحصل في المستقبل. موضوع مشوق يعني، حسيته مشوق، قلت اطلع دردش معاكم فيه. كان معاكم سام سموي ورمسيس